في الجهة المقابلة في الخط الأمامي لتشكيلة نادي الميريا الذي ستكون مأموريته صعبة اليوم. كرة في الوسط، دولاوس يلعب مباشرة مع قلب هجومه لازارو. فينيسيوس يخرج من الوسطى، رجع للخلف، إلي يلعبها من هنا مع تشومي، سامو كوستا، تشومي مرة عفوا إيلي، هذا رودريغو المراقبة مع لوديغير، مازال فينيسيوس يلعب على الجانب اليمنى من هنالك البحث عن بوجمال والتغطية من كامافينغا وبوجمال، والكرة تروح في النص ناحية سامو قاني لفينيسيوس. لم يكن في وضع التسلل هنا بالعقب، رائعة جدا من فينيسيوس البرازيلي. تلعب على الجهة اليسرى في اتجاه اكيمي، وسيبايوس في صراع والتفوق من هنا عن طريق رمز رودريغو. الدفاع يصعد رودريغو ما زال يرجع لسيبايوس، داني سيبايوس في المراوغة. وصلت فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى، يحاول يمر فينيسيوس جونيور وضعيف كيس، لوكاس يطري يطلبها مرة ثانية، رودريغو يلحق على من لوكاس فاسكيز لرودريغو. شوف اللعبة وشوف الروعة وشوف القوة، شوف البراعة. او فينيسيوس جونيور، فينيسيوس راح يمر من امام فانديسي يمر فينيسيوس. ترجع من توني كروس، لعبها لسيبايوس. الريال فينيسيوس جونيور يلحق على الكرة من هنالك على الجهة اليسرى، حاول يمر من امام اللاعب تشومي. فينيسيوس المباراة، توني كروس كون خارج القائمة الثاني، بنزيما والدفاع يخرجها مرة ثانية، ثم سيبايوس في صراع يتفوق بهذه الكرة. سيبايوس ما زال لا كنت كرة ممتازة. فينيسيوس، سامو كوستا مرة، جونيور رودريغو كروس، توني يرجع لتشواميني، الجهة اليسرى من عند كامافينغا. فينيسيوس إيلي بروعة يتدخل يخرج هذه الكرة ويلعبها مع سامو كوستا، يلحق عليها مش متسلل. كامافينغا يحاول يمر من امام اللاعب بوجمال. كامافينغا يا كامافينغا الراسية. لا شوف اللقطة وشوف اللعبة وشوف المراوغة وشوف التمريرة من كريم بنزيما للوكاس فاسكيز، مش متسلل، دخل. يا رمضاني العرقلة 10 ثم 18. كريم يستعد ومارتينيز، بنزيما وجول. فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى، فينيسيوس من امام منديس، فينيسيوس جونيور يرجع لكريم بنزيما مرة ثانية. بنزيما الكرة البينية مع رودريغو بنزيما، كرة في جهة والحارس في جهة أخرى. 3-0 صار رفع الريال. لازارو فينيسيوس، هاي اللعبة هنا من اكيمي من فاسكيز على الجهة اليمنى، وينو كريم القائمة الثانية وصلت لفينيسيوس جونيور. اليوم كريم راح يسجل مهرجان من الأهداف. السلام عليكم. أخبار كريم بنزيما. أعلن اللاعب الدولي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد عن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب فرنسا. كتب بنزيما عبر حسابه في تويتر: لقد بذلت الجهد وارتكبت الأخطاء، وكل ذلك أوصلني إلى أين أنا الآن. أنا فخور اليوم بكل ذلك. كتبت قصتي وقصتنا نحن انتهت. بدأت الأزمة بأن بنزيما لم يحصل على أي استدعاء رسمي في قوائم منتخب فرنسا في الفترة من 2014 حتى 2020 بسبب خلافات شخصية مع المدرب ديدي تشامب قبل العودة بدءا من كأس أوروبا الماضية. وقد غادر بنزيما معسكر منتخب فرنسا في كأس العالم بسبب الإصابة قبل يوم واحد من انطلاق المونديال في قطر. وأثار مهاجم ريال مدريد الجدل عندما نشر كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام رسالة قصيرة جاء فيها بعد تأهل فرنسا إلى نهائي كأس العالم، وقال: لست مهتما. رسميا بنزيما استفز المدرب ديدي تشامب في إحدى المؤتمرات الصحفية التي تسبق نهائي كأس العالم، وقال تشامب بعدما تلقى سؤالا بشأن إمكانية إعادة بنزيما إلى قائمة فرنسا في نهائي كأس العالم: السؤال سخيف لن أجيب عليه، أفضل أن أنتقل إلى السؤال التالي. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قد تلقى كريم بنزيما
كريم بنزيما رفقة لاعبين آخرين دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل حضور نهائي كأس العالم 2022 من مدرجات ملعب لوسيل في قطر. لكن أوضحت التقارير أن بنزيما رفض تلبية دعوة رئيس فرنسا رغم موافقة آخرين زي بوجبا وكانتي. وحسبما ذكرت صحيفة مونديال الإسبانية أن ديدي تشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى يورو 2024، وهذا يعني عدم انضمام بنزيما إلى قائمة الديوك. تحياتي لكم بمشاهدة ممتعة إن شاء الله.